محاربو الصحراء ممكن يفجروا مفاجأة كبيرة، فخلافا للمرات السابقة يدخل المنتخب الجزائري للمونديال في أفضل حالاته هذه المرة الفنية والبدنية كذلك، وبتوليفة قوية تمزج بين خبرة القائد رياض محرز والحضور الهجومي للاعبين شباب مثل أنس حاج موسى ومحمد عمورة ومازادونا طبعا. أما العامل الآخر يتمثل في التعطش الجماهيري الكبير لإنجاز تاريخي جديد، وتحلم الجماهير الجزائرية باستعادة أمجاد مونديال 1982 عندما فاجأت الجزائر العالم بفوزها على ألمانيا بطلة أوروبا. يبقى دافع الثأر حاضرا أيضا، خاصة بعدما عرف تاريخيا بفضيحة خيخون في عام 1982 عندما فازت ألمانيا الغربية على النمسا بهدف دون رد في نتيجة ضمنت تأهل المنتخبين معا وأقصت الجزائر رغم فوزها في مباراتين.